أهلا أصدقائي، معكم يوسف من قناة Behind the Cam. أنا في الداون تاون على كده، هيوستن تكساس داون تاون. والفيديو ده فتحه منها تتفرجوا على الداون تاون عاملة ازاي، وفي نفس الوقت برضو نتكلم في بعض الحاجات مهمة، حاجات لازم تعرفها قبل ما تيجي أمريكا. أول حاجة لما تيجي هنا لازم لو انت مش معاك انجليش لازم تحسن اللغة بتاعتك كويس جدا عن طريق الكورسات. في كورسات هنا فور فري، بتروح الجامعة زي كوميونيتي كوليدج كده. في حاجة اسمها HCC، في حاجة اسمها لون ستار. دول بتروح بيبقى في كورسات هناك معروضة، انجليش سكند لانجوج، يعني الانجليش المادة السكند لانجوج اللي هي يعني لغة ثانية مش أولى. بتروح بتاخدها، بيعملوا لك الأول اختبار عشان يعرفوا انت واقف فين في الانجليش، شفوي وتحريري كل حاجة. فبعد ما بيعرفوا الليفل بتاعك بتخش في مجموعة حسب الليفل بتاعك، انت ليفل 1 أو 2 أو 3، وممكن تقول لهم أنا عايز أخد من الأول خالص ليفل 1 يعني. المهم وبرضو في شغلانات بتساعد ان انت تاخد برضو اللغة مع الكورسات اللي انت بتاخدها في الجامعة، زي مثلا الشغلانات اللي فيها كاستمر سيرفيس، تتعامل كتير قوي مع الكاستمر، تشتغل مثلا في جاز ستيشن، تشتغل في محل ملابس، تبقى واقف كاشير يعني. طبعا الحاجات دي هتكسبك اللغة سريع جدا في وقت قياسي، يعني ان انت طول الوقت هتتعامل مع الناس، يعني ده يسألك على حاجة، ده يتكلم معاك في حاجة كده يعني. ده لو انت الانجليش بتاعك مش حلو قوي يعني. بس تاني حاجة لما تيجي هنا الدنيا شغل شغل شغل، مفيش حاجة اسمها بتفضل قاعد كده وهتلاقي الفلوس نازلة في ايدك والدولارات واقعة، يعني مفيش الكلام ده. هنا امريكا كلها شقة، بتشتغل الناس بتشتغل شيفت واتنين، وفي بعضهم بيشتغل 3 شيفتات عشان بس يعني ايه يقدر يحسن عيشته، خصوصا لو هو جاي مع أسرة. طبعا بتختلف، اللي جاي مع أسرة غير اللي جاي معاه سينجل، جاي لوحده يعني معهوش حد. طبعا اللي جاي مع أسرة بيضطر يشتغل وقت كتير جدا عشان يقدر يعني يعيش أسرته عيشة كويسة. هو طبعا شيفت واحد يقدر يعني أو شيفت ونص، بس يعني مش هتبقى برضو قوي برضو، يعني يبقى عايش على القد قوي، مش هيعرف يخرج، مش هيعرف يشتري هدوم، كذا حاجة. في مساعدات طبعا بتتقدم هنا من البلد، بتطلب المساعدات دي، بس عشان يعني تبقى يعني متوفرة المساعدات دي لازم بيطلبوا منك طلبات معينة مثلا عشان تاخد المساعدات دي. والمساعدات دي مش بتبقى كاش، بيدوك فلوس في ايدك كده وخلاص، لا ده بيدوك حاجة كده عاملة زي كريدت كارد جواه مثلا $200 او حسب انت امكانياتك ايه. او لو مثلا مش معاك فلوس خالص فبيدوك حاجة اسمها فود ستامب. الفود ستامب دي عبارة عن حاجة عاملة زي الكريدت كارد كده، بتروح المحل اي محل وتروح تشتري سلع غذائية فقط، يعني ما تقدرش تشتري مثلا سجاير، تشتري حاجات مثلا زي السجاير والحاجات دي، او النبيت والحاجات دي، لا ما ينفع. حاجات سلع غذائية فقط، زيت، سكر، رز، لحمة، فراخ، حاجات زي كده. ودي طبعا اللي بيحددها بقى الحكومة، بيحدد لك مثلا انت تاخد $200 $300 في الكارت ده حسب الدخل بتاعك، ولو انت مش معاك دخل بتفرق طبعا. وطبعا الحاجات دي ما يفضلش تبقى انت قاعد مستني تبقى عالة على البلد، يعني دي حاجة مش حلوة خالص. يعني يفضل ان انت تشتغل وتكافح، خصوصا ان انت في بلد يعني بلد الفرص زي ما بيقولوا. لو تقدر ان انت تفتح بيزنس بعد فترة والبيزنس ده اشتغل كويس، بتبقى ظروفك احسن بكتير يعني. ولو انت جاي سنجل تقدر تدرس، لو انت سنك صغير يعني انت وراك ايه، مش ما عندك اسرة ولا
ولا متجوز ولا عندك ابن او بنت، مفيش يعني. فاقعد ادرس، تعلم لك لغة 2 غير الانجليش كمان. خد لك، انت اصلا جاي انجليش عندك مش قوي، تعلم انجليش، تعلم اسبانيش، تعلم جيرمان، فرنش، خد لك كام لغة تانية يعني، مش لازم الانجليش بس. خصوصا ان امريكا يعني هنا في 200 لغة، كذا لغة، لغات كتير جدا، العالم كله موجود هنا. فلو انت سنجل يفضل لك يعني تدرس زي حالاتي كده. انا بدرس وبشتغل، ما وريش حاجة يعني، سنجل. ده يفضل يعني. اما انت بقى لو عايز، مش يعني جاي مش عايز تدرس، سنك حاسس ان هو كبير خلاص اشتغل. بس لازم تشتغل يعني، اشتغل كويس يعني مش شيفت واحد 8 ساعات، الشيفت بيبقى 8 ساعات، تشتغل مثلا شيفت ونص، شيفتين كده يعني. وطبعا هنا مفيش حاجة اسمها قرايب وصحاب وقعدة على القهوة والكلام ده، او بلاي ستيشن، او تروح تقعد على الكافي شوب وتتفرج على الماتش، معرفش، مفيش الكلام ده، مفيش حد فاضيلك، ومفيش حد فاضي لحد زي ما بيقولوا كده. حتى لو ليك صاحب هنا مش هتلاقيه فاضيلك، تلاقيه طول الوقت بيشتغل وما عندوش وقت ليك الا في الويك اند. وكمان يا عالم في الويك اند هيقعد معاك، الويك اند اللي هو السبت وحد، الاجازات، يا عالم يقعد معاك اصلا ولا لا. لو هو ما عندوش وقت مش هيقعد، يقول لك انا مشغول وراه يعني. عايز يوم الويك اند ده الواحد السنجل ده بيروح بيعمل فيهم حاجات كتير، ممكن يكون مش فاضي، مثلا بيجي بيغسل هدومه، لان هنا ما لو انت مش متجوز بتقعد تجمع هدومك طول الاسبوع، ويوم السبت او الحد بتنزل. يوم السبت مثلا تغسل هدومك وتظبط بيتك او شقتك، ويوم الحد مثلا بتنزل تشتري البقالة. فأكترية الناس مبيبقاش عندها وقت يعني، حتى بيبقوا مشغولين في يوم السبت والحد بس. يعني يفضل طبعا ان انت تبقى جاي معتمد على نفسك، متعتمدش على حد وما تستنيش حد طول الوقت يدور لك على شغل ويدور لك، او تستلف من حد فلوس. ما فيش الكلام ده هنا، مفيش حد هيقدر يسلفك حاجة، ومفيش حد عنده وقت يدور لك على شغل. انت تيجي هنا، اول ما تيجي بتنزل ان شاء الله لو هتروح المحلات يعني، محل سوق الجاز ستيشن اللي هي البنزينة، تروح تسأل فين الاونر، فين المانجر، عايز اقعد معاه، يقول لك مش فاضي. في ويب سايت، قول لهم في مكان بتعملوا هايرنج هنا، بتوظفوا، يقول لك مثلا ممكن تقابل الاونر او المانجر، وممكن يقول لك قدم اونلاين. فتحاول وجرب وروح كذا مكان، وروح قدم في كذا مكان، لكن ما تفضلش قاعد ومستني تقول اصل صاحبي بيقدم لي، اصل ده صاحبي مستنيه هيشوف لي المكان اللي مفيش الكلام ده. مضيعة وقت ومش صح يعني. اللي بيجي هنا معتمد على حد او قاعد مستني الفرج كده زي ما بيقولوا، مش هينفع في البلد دي. ما كنتش انت هنا تمشي حالك بنفسك، تعتمد على نفسك، ما تنفعش هنا. الوقت هنا مهم جدا، تضييعه يعني هنا في ثواني تلاقي السنة والسنتين والثلاث 4 سنين عدوا في هوا، ما تبقاش حاسس. في الاخر لو انت ما عملتش حاجة تلاقي نفسك يعني كل اللي بتعمله ان انت بتاكل وبتشرب كويس ولابس وبتاع، لكن معكش ابيض يا ورد، معكش حاجة خالص، ولا لغة ولا شهادة ولا فلوس ولا اي حاجة. وهنا برضو في حاجة تانية، كل ما انت كان الانجليش بتاعك احسن، كل ما لقيت وظائف احسن يعني. اول ما بتيجي هنا الوظائف بتبتدي، الوظيفة اللي هي الشغلات بقى اللي هي بتاعت المطاعم والبنزينات والحاجات دي، من $7.25 $7.25 بس. طبعا ما فيش حد بيدي المبلغ ده، ان قليل جدا، معظم الناس بتدي $8 و9 في الساعة و10. فطبعا 8 و9 و10 ده مرتبات يعني لو انكم، حاجات كده ضايعة خالص يعني. هتضطر تشتغل عدد ساعات كتير قوي عشان تعرف تصرف على ايجارك وتصرف على بنزينك. وهنا مهم جدا العربية، لازم تشتري عربية مش مستعملة قديمة، عشان تعرف تروح مشاويرك وشغلك. هنا ما فيش مواصلات، المواصلات في الداون تاون بس، ومش كمان مش واخدة طول الداون تاون يعني الداون تاون كلها مش متغطية بالوسائل المواصلات. مفيش هنا نظام ميكروباصات ومفيش الكلام ده خالص. ده بيبقى اتوبيس هيئة كده تبع الحكومة هنا عاملاه، ليه أماكن معينة بيقف فيها،
مش كل الاماكن، وطبعا مش بيبقى مغطي البلد كلها، مغطي حتت قليله خالص تكاد تصل ل 20% 15% بس. فطبعا ده مش هينفع، لازم تشتري لك عربيه. و ثانيه واحده عشان الصوت، حد مولع صوت عالي. تشتري لك عربيه مستعمله، وفي طبعا اول ما تشتري عربيه لازم تامن عليها، بيبقى في حاجه اسمها liability insurance وفول كفرج. فول كفرج ده للعربيات اللي هي الجديده، فده لازم تعمله عشان العربيه بتاعتك جديده، بحيث ان لو حصل اي حاجه الشركه يعني الانشورنس، التامين يعني شركه التامين تدفع لك ثمن العربيه كامل او تجيب لك عربيه زيها. بس هما ما بيجيبوش عربيه معظم الوقت، بيدوا لك ثمن العربيه كامل. اما العربيات المستعمله انت مش محتاج الكلام ده، انت هتبقى جايبها بسعر قليل فمش محتاجه يعني. هي liability ان انت مثلا تامين ضد خطأك، انت خبطت حد مثلا يصلحوا عربيه الشخص التاني وانت لا، انت بتصلح على حسابك. آه بس مهم جدا، مفيش حد هنا يقدر يمشي من غير رخصه قياده، لازم تعملها رخصه قياده من هنا من امريكا. سيبك من انا جاي معايا رخصه دوليه من مصر، ما بتمشيش هنا، ما بتمشيش في هيوستن تكساس، هنا ما بتمشيش. هتعمل رخصة القيادة، وبعد ما تروح تمتحن وتنجح في الامتحان بإذن الله هتقوم عامل تأمين على العربية. ده إجباري، مش بمزاجك يعني، ومشيت كده تتسجن أو تدفع غرامة وتروح المحكمة، وقصة يعني قصة كبيرة. فامشي صح يحتار عدوك فيك. تعمل تأمين على العربية وتحاول وتروح وتقدم على شغل وتشتغل. امسك اي حاجه، اشتغل اي حاجه. اللي جاي هنا يقول لك انا كنت في مصر وكنت وكان عندي شركه وكنت دكتور، خليك في مصر احسن معلش، او خليك في الدوله اللي انت جاي منها. هنا بتلاقي الناس جايه من دول تانية، من فيتنام ومن تشاينا ومن الحتت دي كل، من الصين وفيتنام والحتت دي، وبتبقى ناس كويسه يعني، ناس دكاتره وناس في مهندسين منهم وناس حاجات كويسه جدا. بس اول ما بيجي الانجليش بتاعه مش ما فيش انجليش، فبيضطر يشتغل اي حاجه لغايه لما يقوي اللغه بتاعته. بعد كده بيعمل معادله للشهاده بتاعته، بيعمل اي حاجه لغايه لما يظبط دنيته ويرجع يشتغل الشغلانه اللي كان بيشتغلها في فيتنام او في الصين او في او في اي مهما كان اي دوله عربيه. لكن هتقعد وتقول انا وخلاص، ارجع مصر، ارجع دولتك تاني. لو انت هتقول انا وكنت فيش هنا كنت تشتغل اي حاجه، تشتغل في جاز ستيشن، تقف شغلانه كويس، مفيش حاجه اسمها شغلانه وحشه وانا كبير او انا كبير عليا الشغلانه دي ما بتاعت اي حد، انا مش اي حد، مفيش الكلام ده. هنا بتحترم كل الناس، اللي بيشتغل في جاز ستيشن، اللي بيشتغل في مطعم، اللي بيشتغل زبال، تحترم كل الناس، ولا تحكم على حد بسبب لونه او دينه او شغلانته وظيفته. مفيش الكلام ده هنا. نتعامل مع الناس كبني ادمين باحترام، مفيش وتخليك مبتسم طول الوقت. بلاش شغل تبقى مكشر. الناس، في ناس تصحى الصبح كده تلاقيها مكشرة، وطبعا ده مش حلو. هنا هتكشر، هتلاقي الناس مش حباك وهيبعدوا بعيد عنك ومفيش حد يحترمك. فضل طول الوقت تبقى مبتسم، تتعامل الناس، يبقى الصبح تقول صباح الخير جود مورنينج، بالليل تقول جود نايت اللي هي مساء الخير هنا كده يعني. خليك كويس، عشان كمان انت بتعمل شكل لبلدك. يوم ما يلاقوك مكشر كده ممكن تلاقي حد سألك انت من انهي بلد، فمش حاجة كويسة يعني. خليك طول الوقت مبتسم وفرفوش كده وحلو عشان الناس تحبك. وكمان الناس ده ممكن بسبب ابتسامتك تلاقي ناس جم يعني سألوك انت بتشتغل، بتدرس ايه، بتعمل ايه، ما بتشتغلش بتاع، ممكن تلاقيه هو عنده مطعم، عنده بتاع، يحب يجيبك تشتغل معاه بسبب بس ان انت مبتسم او انسان باين عليك كويس يعني. حط دي برضو في دماغك. فدي من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم تعرفها قبل ما تيجي امريكا. موضوع لو يفضل تبقى واخد انجليش، او تبقى على الاقل فاهم شوية حاجات قبل ما تيجي. يا ريت يفضل تاخد كورسات في مصر. طبعا الانجليش اللي احنا خدناه في المدارس بتاعتنا الحكومة دي ولا ليه لازمة. انجليش بتاع الثانوية العامة، انا كنت ثانوية عامة،
ادبي طبعا. خدت انجليش وكنت كويس فيه جدا كمان، بس يعني طبعا الانجليش اللي هنا مختلف خالص. لما جيت هنا الناس كانت بتتكلم بسرعة، يعني انا كنت فاهم كل حاجة بس بتتكلم بسرعة، ساعات من الكلام بسرعة ما تفهمش هو بيقول ايه. فطبعا يعني تقعد على شوية وقت والله ما ودنك تاخد على السمع، تسمع كتير وانت في الكورسات. هتلاقي ده بيتكلم معاك بالانجليش، البروفيسور اللي هو الدكتور بتاع المادة بيتكلم معاك بالانجليش، فطبعا كل هتسمع. ولو لقيت حد سريع تقول له بليز slowly، يعني بالراحة شوية، speak slowly. هتلاقيه هو في ثواني فهم لقط ان انت مش بتتكلم انجليش، فهيبتدي يعني يتكلم بالراحة شوية عشان تبتدي تفهم هو بيقول ايه. بس هتقعد شوية كده، يعني مش كتير، يعني حسب دي طبعا راجعة بقى لكل واحد. هو كان درس انجليش وانا ما درسش وما اعرفش ولا كلمة، فطبعا دي بتفرق من واحد لواحد. بس مفيش حاجة مستحيلة يعني. انا اعرف هنا ناس كانوا جم ما بيعرفوش يتكلموا ولا كلمة، بس روحوا خدوا كورسات وراحوا خدوا حاجات لغاية لما بقوا الحمد لله بيتكلموا زي الفل، يعني يمكن احسن من الامريكان كمان. فكل حاجة مش مستحيلة، بس انت يعني ايه تجري ورا الحاجة بتاعتك، متفضلش قاعد مستني حد ولا مستني حد يدور لك. انت روح واسأل وجرب كده يعني. وطبعا هنا اهم حاجة لما تيجي تشتغل بتنام بدري، الساعة 9 10، كبيرك 10:30 تبقى في البيت نايم يعني. اما بقى شغل بقى تسهر بره وتروح، اصل قاعد مع صاحبي معرفش فين على كافي شوب عربي فين ولا كافي شوب فين، الكلام ده مش هينفع. ولو رحت متأخر الشغل مرة هيعلموا عليك، المرة التانية هتيجي تروح متأخر تلاقي نفسك مرفوض. لو دقيقة هنا الشغل 8 ساعات بياخدوها منك، 8 ساعات شغل. مش بتلاقي مثلا 8 ساعات وقاعد منهم 2-3 ما بتلعب في المكان، فيش الكلام ده. في كاميرات وفي مراقبينك في كل حتة يعني. مسكت تليفونك ده في بعض الاماكن تروح قبل ما تشتغل بتسلم التليفون بتاعك قبل ما تخش. هو كده تاخد تليفونك بعد لما تخلص شغل او في البريك بتاعك، اللانش بقى او البريك. فطبعا يعني لازم تخلي بالك برضو من دي. تشتغل تروح في ميعادك، تخلص في ميعادك. مثلا بتبتدي مثلا من الساعة 6 الصبح تخلص 6 بالليل، في شيفت مثلا شيفت ونص 12 ساعة او سوري شيفتين، يعني شيفت او شيفتين. لما تيجي تبتدي وكده وتشتغل، لو بتبتدي 6 وبتمشي 6 بالليل، لازم تيجي 6 الصبح في ميعادك بالظبط، قبل ميعادك كمان ب5 دقايق، وتمشي في ميعادك بالظبط. تمشيش بعد ميعادك او قبل ميعادك، لا مش صح. او مثلا تيجي مثلا يبقى ميعادك الساعة 6 الصبح تقوم انت جاي لهم 45 دقيقة وتقوم داخل، لا الكلام ده برضو مش حلو. ميعادك 6 تخش 6 وتمشي 6 زي ما انت بتمشي في ميعادك، او وليكن انت بتمشي في اني وقت حسب شغلك. فخلي بالكم من الحاجات دي، وهبقى انزل لكم فيديوهات تانية برضو بإذن الله، برضو حاجات تانية تعرفها قبل ما تيجي أمريكا عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية هنا ازاي. ماشي يا أصدقائي، أشوفكم المرة الجاية، الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.